هو هنا وطلبت منه عايز العب بالمكنه وارفع، قال لي الترس اللي ورا عندك ده مش هينفع. المهم اللوسته ربنا يكرمه والله يبارك له، راح فصل لي واحد وبتاع وترس الرفع اهو. وريني الناس برضه يا اسطى اهو يا جماعه، وهو هنجيبه كاتينا وبتاع، وان شاء الله الفيديوهات كلها على رفع وقله ادب. متشكرين منك يا اسطى. مكنه بره ايه، هنبعته نجيبه كاتينا ان شاء الله. التعديل ده هنصور لكم بعد التعديل. ما اقدرش اعز عنه اي حاجه. هو طلب مني اللي هو يتعلم يرفع ازاي الرافع، عايز يرفع، فطبعا هو معاه مكنه كبيره وعاليه، ما ينفعش واحد عايز يرفع بمكنه مبدئيا كده بالوضع ده. فطبعا لازم يرفع على مكنه زي ايه اللي معاه. المكنه دي خفيفه وليها طبعا في الرفع تختلف عن دي. يعني يا شامة هو بالنسبه للرفع انت يعني ناوي ان انت ترفع يعني وكده ان شاء الله انا نويت ان انا اتعلم وعايزك تديني الف ب في الرفع. اول حاجه اعمل ايه اصلا؟ اول حاجه انت بتدور طبعا المكنه، فاهمني، بتحط غياره، لا بترجع ورا سنه، لازم تبقى ايه تقلك ورا شويه، يعني جسمك من هنا كده ورا شويه بحيث يبقى الطول كله ورا في الرفع، وتنتش واحده بايدك فوق سنه لا واحده بقى. امسك الدبلاش ازاي يا اسطى؟ تمسكه كده وتسيبه واحده كده على طول مع دوسه جامده. ايوه هي واحده واحده يعني مبدئيا كده، واحده واحده. ايوه ايوه يعني مبدئيا كأول مرة يرفع الراجل ده رفع، ورفع رفعة جميلة وكويسة ومية مية، ده مبدئيا. بس انا كنت فيما بعد وامشي يا اسطى شوية، معلش هي واحدة واحدة. انا عايزك تبقى اقوى من كده، عايزك تجمد قلبك وتوقع المكنة تكسرها، الدغدغة مش مهم، اهم حاجة انت ما يحصلكش اي حاجة. ايوه ايه يا جماعه، الحصه الثالثه زي ما انتم شايفين اهو، الراجل جاي منه، يعني مش الراجل ده 100 100. والحصه الرابعه هيبقى بص، هيبقى مجرم، هيطلع الكوبري اللي في الوش ده رافع، محدش هيعرف يوقفه بعد كده. الله ينور يا ايش، الله ينور يا ايش، الله ينور. ارجع ورا وارفع، ايوه كده. الله ينور يا ايش.